طيب، كعادتنا دائما وربنا ما يقطع لنا عاده ما بنستغلش تعثر المنافس امبارح امام بتروجيت، وبنتعثر احنا كمان النهارده امام البنك الاهلي. وكعاده المدير الفني بتاعنا الجهبذ يانيك فيريرا عمر ما بيخش فيه جون ويقدر يرجع تاني في الماتش او ياخد التلاته بونت من اول الموسم، واحنا على هذا الحال. هات لي ماتش اداره يانيك فيريرا دخل فيه الجون الاول وقدر انه يعمل ريمونتادا او ياخد الماتش او ياخد التلاته بونت. ده هو كتر خير الدنيا قوي انه قدر ياخد بونت من المباراه. وانا الصراحه لا اخفيكم سرا، انا ما كنتش متفائل بالمباراه دي تماما، والسبب في كده ان الملعب كان مليء باكسات نادي الزمالك. لان كعاده ولادنا برضو وربنا ما يقطع لهم عاده، لما بيسيبوا نادي الزمالك ويروحوا يلعبوا في نادي تاني ويقابلونا بيطلعوا ايمن اللي جابنا. ما بالك بقى وانت بتلعب فرقه النهارده فيها في التشكيل الاساسي محمد ابراهيم واسامه فيصل ومصطفى شلبي والزناري، ده غير مدبولي وسيد نيمار اللي قاعدين على الدكه، ده بخلاف الجهاز الفني المكون من المدير الفني المحترم الكابتن ايمن الرمادي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وبيعاونوا كل من احمد سمير والكابتن محمد عبد المنصف، ده غير الكابتن عبد الواحد السيد مدير كوره. فانا عايز اسالك سؤال، انت كنت مستني ايه من الفرقه دي، او كنت مستني احنا نعمل معاها ايه؟ ده انا زي ما بقول لك يا قلب اخوك، لما بيبقى في الفرقه اللي بنلعبها لاعب واحد بس من اكسات الزمالك كان بيمرمطنا، ما بالك بقى وانت بتلاعب فرقه تعتبر نادي الزمالك رقم 2 في جدول الدوري. نادي الزمالك بدا الماتش النهارده بتشكيله مكونه من محمد صبحي في حراسه المرمى، محمد صبحي اللي كويس في اي حاجه غير ضربات الجزاء. يعني انا بيتهيالي بعد كده لما يجي علينا ضربه جزاء المفروض محمد صبحي ما يقفش اساسا، كده كده وجوده في ضربه الجزاء زي عدمه. من يوم ما شفت محمد صبحي مفيش ولا ركله جزاء قدر يتصدى ليها سواء داخل نادي الزمالك او حتى مع المنتخب الاولمبي. وكان بيلعب قدام محمد صبحي 2 سردباكات هما حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل. محمد اسماعيل اللي بغض النظر عن ضربه الجزاء اللي تسبب فيها النهارده، اللي هي اساسا مشكوك في امرها ومشكوك في امر حكم اللقاء نفسه، الا ان محمد اسماعيل النهارده كان من النقاط المضيئه في وسط الضلمه، وحرفيا سيرد باك يعلم على اي سيرد باك في مصر. اما بقى عن حسام عبد المجيد فلا جديد يذكر ولا قديم يعاد. هو حسام عبد المجيد اللي احنا عارفينه، اللي بيقعد يتعارك في خط الدفاع وما بيعرفش يطلع بالكوره. وفي مركز الباكات يا سيدي لعبنا باك ليفت وهو محمود بن تايج ذو المستوى الثابت، والناحيه الثانيه عمر جابر اللي لو جبنا كارفاخال من ريال مدريد برضه عمر جابر هيلعب عليه اساسي. وفي نص الملعب كالمعتاد لعبنا بدونجا رقم 6 ذو المستوى الثابت اللي هو متوسط او تحت المتوسط. يجي قدامه عبد الله السعيد اللي قدم مستوى اقل من مستوى عبد الله السعيد المعهود عنه. وقدامهم في المركز 10 ناصر ماهر اللي الى حد ما كان فايق النهارده ويمكن هو اللي تسبب في هدف التعادل. نيجي بقى يا سيدي الجزء الاجنحه وهو خوان بزيرا، اللي برضه النهارده ما كانش خوان بزيرا اللي احنا عارفينه. كده كده خوان بزيرا هو هيقدم لك لمسات فنيه ممتعه، ولكن النهارده خوان بزيرا كان اقل من كل مباراه. وعلى الناحيه الثانيه يا سيدي شيكو بنزا اللي ما عملش اي حاجه النهارده غير هدف التعادل. شيكو بنزا اللي حتى وقتنا هذا سجل مع نادي الزمالك 3 اهداف، الثلاثه ولا ليهم اي 30 لازمه. اولهم يا سيدي هدف في مرمى ابو جبل، شاط الكوره في ايد ابو جبل ولكن ابو جبل كتر خيره الكوره خرمته ودخلت جون. تاني جون يا سيدي جاب الكوره والجون فاضي لما عمل لنا وشه كده. تالت جون النهارده يا قلب اخوك بعد مهاره فرديه من ناصر ماهر بتكملها مهاره فرديه تانية من خوان بزيرا، ولكن الكوره بتجيله فبيشلطها في الجون اي كلام وبكش في اونطه. انا هنا مش بهاجمه، انا بس بفكرك عشان الجون اللي جابه النهارده ما ينسكش مين هو شيكو بنزا. اما بقى عن مهاجمنا الصريح عدي الدباغ اللي انا حتى وقتنا هذا غير مقتنع بيه تماما، ومش عارف ايه السر الخطير اللي مخلي يانيك فيريرا مصر على اشراك عدي الدباغ كمهاجم اساسي لنادي الزمالك. حتى وقتنا هذا عدي الدباغ ما قدمش اللي يأهله انه يكون لاعب في نادي الزمالك. وانا عارف ان الكلام ده هيزعل مني انصار عدي الدباغ، بس اعذروني دي الحقيقه. اركن لي بقى التشكيله كلها على جنب، لان زي ما انا قلت لك في كذا فيديو قبل كده انا ما اقدرش احكم على ولا لاعب من الموجودين حاليا في ظل وجود يانيك فيريرا. يانيك فيريرا اللي مش بس ما بيطورليش اللعيبه اللي جايه جديده، ده بالعكس ده اللعيبه اللي كانت كويسه عندي قبل كده مستواها وقع معاه. يعني وارد جدا لو تخلصنا من يانيك فيريرا وجبنا مدرب بيفهم هتشوف مستويات مغايره تماما للعيبه دي. وانا بقى بصراحه لحد هنا ومش عارف ايه سر سكوت الاداره على عدم رحيل يانيك فيريرا. صدقني لو الموضوع له علاقه بقناعات جون ادوارد فانا زهقت من جون ادوارد نفسه. لو هيفضل مصمم وهيفضل يعند ومصمم على بقاء هذا المدرب فصدقني انا كده زهقت منه هو شخصيا. مدرب حرفيا ملط وهيضيع لنا الموسم وهيضيع لنا كل حاجه، بخلاف ان هو اصلا مدرب اجنبي وبيقبض بالدولار. واحنا كان عندنا مدرب محترم زي ايمن الرمادي كان بيقبض بالجنيه، والراجل جاب لنا كاس مصر باقل سكواد ممكن يلعب بيه. ومش بس كده ده واخد كاس مصر من بيراميدز بطل افريقيا وقتها. فانا ايه اللي يجبرني على كفتاجي اجنبي بياخد بالدولار؟
فاتمنى من الكابتن حسين لبيب لو جون ادوارد مصمم على بقاء هذا المدرب استخدم صلاحياتك في الضغط على جون ادوارد للتخلص من هذا المدرب الكفتاجي. انت الموسم ده جالك كم هدايا اهدرت بسبب الاداره الفنيه لهذا الكفتاجي لا تعد ولا تحصى، فبجد لحد هنا وكفايه، احنا اعصابنا مش هتستحمل اكتر من كده. وانا كراجل زملكاوي اتمنى المباراه القادمه لنادي الزمالك ما اشوفهاش تحت اداره هذا الميكانيكي، ودي مش امنيتي لوحدي صدقني وعن ثقه، دي امنيه كل الزملكاويه اللي موجودين جوه مصر وبره مصر. فاتمنى يا عم جون ادوارد ما تعمليش فيها حامل حمى عن يانيك فيريرا وتقف في وش هذا الكم من الجماهير اللي رافض وجود هذا الكفتاجي. فاتمنى انا كراجل زملكاوي في اسرع وقت اني اسمع خبر اقاله هذا الميكانيكي. وكان نفسي في اخر الفيديو اقول لكم زي ما بقول في اخر كل فيديو، الله المستعان وان شاء الله اللي جاي خير، ولكن مع هذا الميكانيكي انا مش متفائل باي خير. فكل اللي اقدر اقوله لك ان الله المستعان وربنا يبعت الفرج من عنده، واشوف وشكم على خيرة الله. احلى اخوات واحلى متابعين.